علاش كاينه ازمه ديال الحليب في المغرب، وعلاش في الاسواق الكبرى بحال مرجان دايرين لافته مكتوب فيها انه عندك الحق في لتر واحد ديال الحليب. يعني الناس كيقلبوا على الحليب وكاين دابا ازمه. نص لتر راه ما كاينش الان في السوق، مازال اللتر كيكون مره. هاد ندره الحليب ما عرفنا فين كتصب، قله من العمق ولا باغيين نزيدوا في الاسعار. كاين بعض الدكاكين تيقول لهم بغي خذ الحليب وخذ معاه دانون. هاد الازمه ديال الحليب عندها 4 ديال الاسباب مباشره وواضحه. اول حاجه هي كورونا، وبالضبط في الفتره ديال الحجر الصحي عرفوا منتجي الحليب خسائر كبيره بزاف. علاش؟ بكل بساطه حيت ارتفع العرض ونقص الطلب، والناس كانت في ازمه وما قادراتش تشري الحليب. هنا المنتجين لقاو صعوبه كبيره باش يبيعوا الحليب ديالهم، بحكم انه واحد المنتوج اللي كيخسر بالزربه ماكسيموم عنده 3 ايام وكيخسر. وثاني حاجه هو برنامج مخطط المغرب الاخضر، اللي الوقت اللي كان كيدعم الابقار الحلوب كانت النتائج ديالو باينه، ولكن مالوغوزمون هاد الدعم تحبس في 2020. والسبب الثالث هو الحرب ما بين روسيا واوكرانيا. شنو الدخل ديال الحرب في الحليب؟ بكل بساطه حيت الاعلاف المركبه اللي كنستوردوها من الخارج الثمن ديالها تزاد، واوتوماتيكمون فاش كيتزاد الثمن ديال الالف كتزاد التكلفه ديال التربيه ديال الابقار، وانتاج الحليب كيولي غالي. اشنو داروا الفلاحين في هذه الحاله؟ كاين اللي باع الابقار ديالو ووقف هذا النشاط في مره، وكاين اللي نقص من تربيه الابقار. مثلا الا كنتي مربي 30 بقره فغتولي مربي غير 10 باش يلاه تحافظ على التوازن الاقتصادي ديالك. والسبب الرابع والاخير هو الجفاف ديال العام اللي فات، واللي اثر بشكل كبير على انتاج الحليب وازم الوضع اكثر. 90% من المنتجين ديال الحليب كان عندهم على الاقل 10 ديال البقرات، وبسبب الجفاف وقله العشب اللي غياكلوه نقصات المردوديه ديال الانتاج ديال هذا البقر. الدوله ما دارت حتى شي تدخل باش تعاون او تنقذ المنتجين من هذا الوضع الاقتصادي اللي كلفهم واحد الخسائر كبيره وسبب في ازمه حاده في السوق. ولكن في اخر ندوه ديال المجلس الحكومي نهار الخميس بيتات علن على ان الحكومه اجتمعت مع المهنيين باش يحاولوا يتدخلوا باش يحافظوا على المستوى ديال هذه الماده في السوق. وكانوا هادو هما الاسباب اللي خلاوك انت ولا انتي فاش كتمشي للحانوت ما كتلقاش الحليب، ولا مثلا كتمشي للمرجان كتلقى انه عندك الحق تاخذ واحد الكميه محدوده. شنو في نظركم السبب الاول اللي خاصو يتعالج باش يرجع انتاج ديال الحليب بحال قبل؟